عشان كده طرح عده اشياء ورا بعض على الراجل مربك جدا جدا. يعني ايه؟ عايزه توصلي لحاجه، رتبي حاجاتك ورتبيهم اولويات بالنسبه لك، وبعد كده خبي كلهم وكلميه في اول نقطه. تجاوزتوها اشطبي انت قول النقطه اللي بعدها. لو قلتيهم كلهم على الراجل هيحس ان في ايه، كل دي مشاكل وكل دي محتاجه تفكير وكل دي بتاع، ممكن يوقف خالص. ممكن يقول لك ايه، بس خلاص مش هنعمل ولا حاجه. ليه؟ افتح 5 ملفات واقعد افكر فيهم كتير جدا كده، ولا ارفض كل الملفات؟ عشان كده في احيانا بنات تبقى عايزه حاجه من ابوها، بابا انا وزمايلي وهنروح. لا انت اللي عملتي، انت جايه في الميعاد الغلط خالص. هو تطمني لو هو قاعد رايق وبتاع، بابا قاعد رايق مش رايق، هو دلوقتي مش فاضي. يعني هو قاعد شغل راديو، هو كده مش رايق، هو ممكن يكون بيعمل حاجه. فتاكدي ان ده روقان حقيقي وده ولا ايه. عشان كده انا اخواتي البنات كنت انا عايز حاجه من بابا اخدها بسهوله، يقول لك بابا عشان بيحب ايمن عشان الولد وحيد وبتاع، بالرغم ان هم ايه، هم بيقولوا في الميعاد الغلط خالص وبابا يبقى روحوا هنا. انا يعني هو جاي مثلا من الشغل من بره، حصل كذا، لا اي حاجه، لا مفيش. هو لازم ساعتين بعد ما يخش البيت عشان يخرج من القصه اللي كان فيه. فهو بالداخل بيفكر في حاجه، ازاي ابقى ضامن 100% ان الشخص وانتوا بتتجوزوا، اي بنت بتتجوز عايزه تمشي امورها كويس مش مع خطيبها، مع ابوها، لان ده من الذكور اللي لازم تتعامل معاه، وهي بتعرض عليه الاشياء هي وامها، يختاروا المواعيد المظبوطه بدل ما يطربق الجوازه كلها على بسبب ايه. فعشان توصلوا لحاجه مفيده. وانت نفس الحكايه، احنا المفروض ما نطولش قوي في الايه